دليلك الشامل لمطعم براك في التجمع، جاي من تركيا النهارده اول يوم ليه، وطلبت لكم المنيو كله تقريبا عشان تعرفوا كل حاجه بالاسعار بكل حاجه. فيلا بينا نجرب براك. المكان يا جدعان ما شاء الله صرح كبير، والمكان كبير قوي من جوه، في قعدتين اندور واوت دور، والاسعار يعني مش هتكلم عليها واوريها لكم، بس طلبت تقريبا كل حاجه من كل حاجه. وتعالى نخش بقى على تفاصيل الاكل ونشوف الاكل التركي عامل ازاي من ايد براك. فيلا بينا نبدا. اول حاجه بصحن مزه متنوع، ده عباره عن 5 انواع من السلطات بينزلك في طبق واحد كده ومعاه بقسماط من النص. مبدئيا خليني اوريكم الشيك في الاخر خالص، ونبدا بقى على طول. خد بالك بينزلك ازازه بوفانا كده، دي ب 40 جنيه الميه دي يا جدعان، بما انها ب 40 جنيه لازم نطلعها في لقطه. تبدا بقى تاخد العيش اللي بيعملوه عندهم ده وتبدا تدوق السلطات دي. اول واحده دي يا جدعان انا ما اعرفش اسمها ايه، بس عالميه، مش عارف بيسموها محمره ولا ايه، فيها عين جمل تحفه. ثاني واحده حمص، جواها كده قطع حمص طعمه حلو بس طعم الحمص خفيف شويه. ثالث واحده دي شبه بابا غنوج قوي، دي ما عجبتنيش. الرابعه دي عباره عن مسقعه كده عليها رمان، طعمها برده كويس، وبينزلك كده بقسماطين مكسرين، المفروض يكتروهم شويه عشان تغمس بيهم السلطه. طعم اللبنه بقى الاخيره دي طعمها كويس بصراحه، يعني في 3 عجبوني من 5 في الطبق. نبدا بقى نسخن شويه. اول حاجه مثلا بالكوبيبه، وتاني حاجه بقى بالبيضه اللي بالسجق. الكوبيبه دي يا جماعه الواحده ب 140 جنيه. طلبت واحده، هم نزلوا 4 وانا افتكرت الاربعه 140، واتفاجئت ان الاربعه في الاخر في الشيك ب 500 وحاجه. طعمها كويس شبه الكوبيبه اللي بناكلها من محلات السوري النضيفه. اما بقى اللي طعمها عجبني جدا البيضه اللي بالسجق، ودي الميزه بتاعتها مش العجينه، الميزه بتاعتها في السجق اللي مستخدمينه. نوع السجق وتتبيلته ده خطيره. ممكن بقى يكون احسن طبق مقابلات تدوقه هو الحمص اللي باللحمه المفرومه ده. طبق حمص غريب شويه لان هم حاطينه في الفرن فمدينه وش كده غريب مع اللحمه المفرومه، كان طعمه حلو جدا، بس اتقل عليه شويه عشان اول ما بينزل بيكون سخن شويه من الطاجن اللي فيه. ندخل بقى على التقيل شويه، وده طاجن لحمه بقري معمول كده بطريقه معينه معاه خضار وحاجات كده. ده بيجي لك حد من الاستاف هو اللي بيسيرف عليك الطبق ده، بيشيل لك كده العجينه اللي على الوش دي ويحط لك اللحمه دي في الطبق. مبدئيا كميه اللحمه اللي في الطاجن كتيره، وطبعا عشان سعره لازم تبقى كتيره. اما الطبق التاني طبق اسمه علي ناظج، وده يا جماعه مفاجاه غير بقى الطبقين دول. ففي طبعا طبق مهم قوي وهو المشاوي المشكله، وده يكفي فرد واحد، في منه كذا حجم على فكره. في كمان طاجن طلبته اسمه طاجن المفاجاه، بس ده نسيوا ينزلوه. طاجن اللحمه البقري طعمه حلو، قطعيه اللحمه اللي مقطعنا حلوه جدا، تسويتها مظبوطه، بس ما اروحش اطلبه تاني، ده ممكن امي بتعمل احلى منه. روح بقى للطاجن اللي انا مستني اجربه، هو طاجن المشاوي المشكله، عشان في 4 انواع من المشاوي. ده مثلا اسمه كباب بالفستق، طعمه مميز، لكن المفاجاه بالنسبه لي هو الكباب اللي بالصلصه ده يا جدعان، عالمي، طعمه تحفه. مع ان التاني فيه فستق فبقى في حاجات اغلى او كده، لكن بالصلصه دي تكسب الفستق. عايزين بقى يا جماعه نقف دقيقه احترام لحته الكباب دي، من احلى حته الكباب اللي دوقتها في حياتي. قطعيه اللحمه وطعمتها تحفه، فلو في طبق للكباب ده بس اطلبه وش. اما بقى بالنسبه للشيش طاووق طعمه كويس بس مش مميز، يعني ما اروحش اطلب شيش طاووق مخصوص. البرغل طعمه عادي، لكن روح بقى للطبق اللي بالنسبه لي التوب وغريب عليا، اسمه علي ناظج. يا جماعه طبق بتنجان مهروس معمول بطريقه معينه، عليه لحمه، طعمه مش طبيعي. انا ما باكلش بتنجان يا جدعان، بس ده عالمي. اللحظه اللي هو تحس ان هو كشك كده من القوام بتاعه، بس هو بتنجان بس طعمه تحفه. ده حرفيا من الاطباق المختلفه اللي انت ممكن تجربها مره واحده في حياتك. لو حد بقى عارف مين علي ناظج اللي هو الطبق باسمه ده، يقول له على وضعك، الطبق ده عالمي. طلبت ريب اي ستيك بس ما كانش موجود، فرشحوا لي مكانه الطبق ده اسمه بيردي بلاف، وده طبق موجود في سيكشن العائلات او سيكشن الاطباق العائليه.